هو طبعا مشهد عبثي، هو مشهد عبثي الفرقتين يحتفلوا، بس ده مش اول مره. انا زهقت وتعبت وحاسس ان انا الكرة اللي باخدها من ده اقل كتير من الحوارات اللي بتحصل. مع احترامي يعني نص اللعيبه اللي بتلعب في نادي الزمالك ما تعديش من قدام النادي. اكتر من نص شويه. انا اسف يعني، بس هي دي الحقيقه يعني. هي دي الحقيقه. في لعيبه كتير في نادي الزمالك ما بتعرفش تباصي. جماهير الزمالك بتضغط ضغط كبير جدا على اداره الزمالك عشان تشوف ميركاتو كويس الفتره الجايه. لو جيت سالت اي حد عن لاعب كان بيلعب مثلا في 2002 2003 هيقول لك مين ده. وما بقاش دوري الشركات بس بالمناسبه، بقى دوري شركات القاهره. أوكي. يعني ده دوري منطقه القاهره مع بس عارف انت كوبا امريكا لما يروحوا يجيبوا مثلا اليابان وقطر يلعبوا معاهم، انت مش طايق ان في باسوت تاني في اي حته حتى في القهوه. فالجمهور الاهلاوي يقول لك ايه، طب وانتوا بقى دفعتوا الكام مليار دلوقتي اللي دفعتوهم دولت الاسبوع اللي فات ده منين؟ فبقت الخناقه كده، فاهم؟ فبقى بيتم اتهام الزمالك بشكل يعني من جماهير الاهلي اللي هو يعني انتوا بيراميدز بيديك فلوس من الاخر يعني. هو الكلام ده تهريج. اللي بيحصل ده اسمه تهريج. مساء الفل يا شباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب كله كويس وكل سنه وانتم طيبين. حلقه جديده من بودكاست كاونتر اتاك، معايا فيها صديقي كريم هشام. عامل ايه يا كريم؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ كله زي شكلك تعبان. العمليه الف سلام عليك يا الله حبيبي. يسلمك. الف سلام عليك. الله يسلمك. عامل ايه؟ كله حلو الحمد لله كله كويس الحمد لله. ان شاء الله النهارده نعمل حلقه مختلفه باذن الله. باذن الله باذن الله. لا معانا ضيف قوي. حاول ما تشتمش على قد ما نقدر، او انا ما تشتمش على ربنا يستر. ومعانا ضيفنا النهارده واحد من الناس اللي آرائها مختلفه على السوشيال ميديا، واحد من الناس اللي احنا اتعودنا نشوفه في التلفزيون، واحد من الناس اللي كل الزملكاويه بيحبوه وآراءه بتأثر بشكل مختلف في الوسط الرياضي. انا عن نفسي بحبه جدا ومتابعه من زمان. معانا احمد عاطف. ازيك يا عاطف؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله والله. ايه الاخبار؟ زي الفل. شرفنا ونورنا. ربنا يخليك. عجبني قوي التيشيرت بتاع ايطاليا الجيل الذهبي ده. سألناه يشجع مين النهارده قال لك باريس. انا اتصدمت بصراحه. مش عارف، بحس ان يعني بكل الناس اللي هي بتتكلم في الكوره كويس قوي بتشجع الانتر عشان تاريخه كده. ممكن. طب انت لا تشجع باريس النهارده يعني؟ ده قبل ما ندخل في الكلام بس. يعني اول حاجه اولا هم طريقه لعبهم ممتعه جدا، فريق ممتع جدا، فريق شبه متكامل يعني. خط الدفاع بتاعهم اقل شويه. بحب لويس انريكي لحد ما عندي التجربه الانسانيه بتاعته كده مثيره يعني. بس عندي كده سبب اخر بعيد عن الانتر خالص، ملوش علاقه بالانتر. انا على عكس ناس كتير قوي انا بحب باريس. ليه بقى؟ بحب باريس عشان انا ما بحبش ريال مدريد وبرشلونه. باريس ده يعني بالنسبه لي كان في السنين اللي فاتت كان معذب ريال مدريد وبرشلونه بطريقه ما. يعني برشلونه هو يعتبر دمر برشلونه وضاع لما اخذ نيمار. عمل له مصيبه كبيره. هو دخل في حوارات جريزمان وديمبلي وكوتينيو والجو ده كله ده بسبب باريس سان جيرمان. وقصه برضو ان تعب قوي ريال مدريد عشان موضوع مبابي، يعني تعبه فعلا. يعني خلاني برضو بشوف لقطات كده تحس ان هو الدنيا نادرا بتلاقي حد بيشجع باريس اصلا. ملوش مشجعين يعني. بالعكس انا في فرنسا لما بتعاطف مع حد بتعاطف مع مارسيليا يعني. مارسيليا ايوه. يعني ما احبش باريس في الدوري خالص. بالعكس باريس يعني مارسيليا ليون يا عم حد بس يشد حلو وريني لما ليل خد الدوري ولا مونبلييه كانت حلوه يعني. في منافسه بقى. لكن في اوروبا انا اصلا زي ما قلت لك انا ما بحبش ريال مدريد وبرشلونه واي فريق هشجعه ضدهم غالبا. يمكن بايرن ممكن ما بحبوش برضو. لكن هتيجي عند الحته بتاعت باريس اولا فريق ممتع، وكمان عشان بقول لك الحته حاجه عندي كده مش هتكون عند اغلب الناس يعني. اللي هو يا اما اغلب الناس يا اما هتكون بتشجع ريال او تشجع البارسا او على الاقل ما بتحب واحد فيهم متعاطفه معاه الى حد ما. انا ما بحبش الاثنين. بس تجربه نريكي كمان يعني لا انسانيه جدا ويعني مؤثره وتخليك تعيط هو وبنته وبتاع القصه دي كلها. بالظبط طبعا كافح يعني عشان يعدي اي حد تاني كان ممكن ينهار يعني. وحياته ما تقومش تاني. الى جانب حاجه اخيره يعني، بس هي برضو مش مؤثره قوي لان انا ما عنديش يعني انا يعني الفريق اللي بتعصب له جدا في اوروبا وممكن انام متنكد بسببه هو فالنسيا. لكن في ايطاليا انا بشجع ميلان. بحب ميلان. انا بكره ريال مدريد وبرشلونه. غريبه شويه فالنسيا عشان انت مستغرب عشان بشجع فالنسيا. فانا بحب ميلان بس مش معنى كده بكره الانتر يعني. ما توصلش كان ممكن اليوفي ما بحبوش خالص. لكن الانتر رغم انه برضه فيه كراهيه وبتاع بس مش بوصل لمرحله ان انا يعني يهمني امر او ان انا مثلا يفشل الفريق. عارف انت الجو الطبيعي في الكوره يعني. فالموضوع مش متعلق بالانتر قد ما ليه علاقه بباريس يعني. حلو خلاص نقول يا رب المكسب لباريس.
عشان خاطر عطا بس معانا. انا ولا ده ولا ده، انا بشجع ريال فانا اتفرج على كوره حلوه انا يعني لا ايا كان. والموضوع في النهايه حتى لو الانتر فاز انا خلاص عادي مش تفرق كتير معايا، مش هنبدا الموضوع يعني بس ميول يعني انت هتميل في الماتش ده اكتر من كده. او لو الزمالك مثلا في ماتش زي ده تاني، الزمالك ده قصه ثانيه خالص. تقعد هناخد الموضوع طيب من ورا عشان كنت بقول لجلال انا موضوع 3 نقط بقى انا زهقت منه بجد، ومتهيألي انت زهقت منه وكلنا، وخلاص انت بقيتش بتتكلم كوره، احنا بقينا كلنا خبراء لوائح وقانون، وانت ما بقاش في كوره بتتكلم فيها، احنا بقى لنا شهر ما حدش بيتكلم في الكوره. فهنجيب بقى الموضوع من اخره خالص. انت شايف المحكمه الرياضيه هتحكم للاهلي ولا البيراميدز من وجهه نظرك يعني لو عندك معلومه او في خبرتك يعني؟ بص اكيد انا ما عنديش خبره قانونيه خالص، حتى وانت بتقول احنا تحولنا لخبراء قانون بتاع، انا دايما وانا حتى كنت بتكلم على القصه دي دايما، انا بشوف ناس كتير قوي بتدافع وهي ما بتسالش، وهي بس مجرد تدافع عن ناديها وبتاع. تمام، حلو، وارد انا اكون عندي الاتهام ده برضه، حلو، طبيعي متفهمه جدا. بس انا كنت بحاول قدر الامكان عشان الناس برضه ما تفهمش ساعات في شخصيتي انه تفتكر انت رايح بس اهم حاجه تدافع، اهم حاجه الزمالك، اهم حاجه كذا. انا طول عمري بقول يا جماعه لو انا مش هقول حاجه الا وانا مصدقها، يعني انا عمري ما هكذب عشان الزمالك او حجز متعمدا بمعنى اصح. ممكن اقول حاجه غلط، وارد، انا ما اعرفش، فاهم قصدي؟ ممكن يحصل. لكن عمري ما هبقى انا مش مصدق اللي انا بقوله لمجرد انا الزمالك مش هشوف حاجه غلط واقول لا صح عشان خاطر الزمالك. لا بالزبط. انا دي مش في شخصيتي. ممكن حد هيستغرب يا اخي ما انت قلت كذا كذا، صدقني ساعتها انا كنت مقتنع انه الزمالك ليه حق، برغم انه ساعات كتير على تويتر مثلا، بالذات في تويتر لما انا في فيسبوك انا مش بكتب كتير على الكوره المصريه في فيسبوك، على تويتر بكتب كتير ممكن يجي قرار ضد الزمالك واقول يا جماعه القرار ده صح. مثلا انا فاكر كويس لسه حاجه في بالي دلوقتي، عواد كده كان اتطرد في ماتش كان اظن البنك الاهلي او حاجه، وانا كنت شايف ان في احتكاك حصل كذا، فالناس عاطه ازاي اللي انت بتقول ده يا جماعه، انا شايفها كده بصراحه. مش لازم اكذب عشان فرقتي يا جماعه يعني مش لازم. اقصى حاجه هتروح معاك يعني انت ايه، مش هتكلم، لكن عمري ما هطلع اقول ايه ده مثلا جون بتاع امام عاشور اللي في الكاس، في كاس مصر. يا جماعه الكره ما حدش يقعد يقلبها عشان مستشار تركي آل الشيخ والسعوديه بتاع جون مش اوفسايد، جون حي. مش يعني خلاص انا الامانه بشوف ان اللي بيوصل للمرحله دي وما اكثرهم يعني في الجانبين صح، بس طبعا بما ان لازم هشوف في الجانب اللي هو اكتر بشوف كده يعني مهرجين، يعني اللي بيوصل كده بيوصل انه يبقى مهرج، ان هو مجرد ايه ده ايه، حتى في النهايه كلامه هيكون لا يتمتع من المصداقيه خالص. مع الوقت خلاص يبقى انت مجرد اراجوز بيقول كذا، وعندنا اسامي في الناحيه دي اسامي في الناحيه دي، وكل واحد دلوقتي سامعني وانا بقول كده هيجي في باله اسمين هنا واسمين هنا و5 هنا و2 هنا وهكذا. ففي خصوص 3 نقط انا سالت ناس، حلو، سالت ناس خبراء قانونيين، ناس بتشتغل في القضايا الدوليه، سالت المستشار ناد حجاج، والراجل كان يعني عنده تخصص يعني هو محامي عادي في مصر، وكمان ليه اشتغل في القضايا الدوليه، وخرج الاسماعيلي من ازمه كبيره. لو نفتكر الاسماعيلي كان بيلعب في دوري ابطال افريقيا اظن، ولا كان الكونفدراليه اظن دوري ابطال افريقيا، كان بيلعبوا الافريقي التونسي، وحصل مشكله كبيره بالمدرجات في الجماهير، والكاف طلع الاسماعيلي من البطوله، وهو اللي رجعه، يعني هو كان مساهم، بلاش هو اللي رجعه دي يعني كان مساهم في انه يرجعه وفي سالت محامي دولي زي استاذ محمد متولي برضو، هو شخص يعتد بكلامه، وسالت اكتر من واحد وسمعنا ناس تانية زي مثلا في محامي لبناني انا على معرفه بيه بس ما سالتهوش، لكن شفته بيطلع في مداخله اسمه رالف شاربل، برضو رالف شاربل شايف انه طبعا حقيه خصم 6 نقاط. فانا ما جبتش كلام من عندي، طبعا عندي وجهه نظري اللي كنتها، بس عمري ما كنت هبقى متاكد انه الكلام ده هو الصح. الناس دي كلها اجمعت على 6 نقط، اجمعت طبعا ان 6 نقط. هقول لك اللي في دماغي، انا تصورت ان هو هحاول اتكلم بشخص بحياديه، احاول يعني ان الناس دي في الاخر هي ليها ورق، فانت لو هم شافوا ان فعلا اللائحه مكتوب فيها 3 نقط، هو ملوش دعوه لا باهلي ولا بزمالك ولا بالوان، يا باشا اللائحه بتقول كذا يبقى انا اخصم كذا، فهتبقى هنا المشكله ساعتها. او ايه وجهه نظرهم في ان هو يتخصم منهم 6 نقط؟ هو عشان النص واضح بالنسبه لهم، النص واضح، ما فيش حاجه. ما هو النص واضح، ان اللي بيتقال النص واضح ان هو 3 نقط، فبالتالي لا النص مش واضح بالعكس. انا عايز اقول لك ده اللي بيستند عليه الاهلاويه. مستشار ناد حجاج قال لي ايه، فاجئني بحاجه قلتها كده وانا كنت مع استاذ عمرو ادم عابره، فهعيدها تاني. مستشار ناد حجاج قال لي لجنه الظلمات كان من حقها ان هي تبطل الماده 63 اللي بتحصل من الرابطه. انت متخيل؟
فيعني انا اتفاجئت بالكلام ده، وقال لي انه اصلا الرابطه دي مكونه من لائحه النظام الاساسي بتاع الاتحاد المصري، وهو حاجه معقده عمالين نتكلم في هل الموضوع اصلا عطى تخيل وصلنا لمرحله من الكلام في الكلام ده؟ هل الموضوع يساوي ان هو يوصل للمرحله دي؟ يعني في كذا حد اتكلم في الموضوع، يعني مثلا محمد الغزاوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي طلع اتكلم قال لك انا الاحق في القصه دي الاهلي، دي الماتش يتعاد، ماتش الاهلي والزمالك يتعاد تاني علشان نقدر ان احنا نحسم الموضوع ده. فهل الموضوع اصلا يستاهل ان احنا نوصل للمرحله دي، ولا كان ممكن اتحاد الكوره مع الرابطه مع لجنه مسابقات مع يخلص القصه دي من الاول وما يفتحش باب اصلا ان احنا نوصل للمرحله دي؟ ما هو ده اللي بنقوله يا جماعه. ما انتوا لو انتوا حتى كان صديقنا محمد خليفه يعني كان ليه جمله كويسه وقال لك انت اقطع، كان بامكانك تقطع حبل السحابات في الكوره المصريه للابد لو طبقت على طبقتها على الاقوى، صح الاقوى نفوذا واللي هو بيتفخر ان هو الاقوى نفوذا واللي بيعرف ياخد حقه والكلام ده. قال الكلمه دي صح يا ابراهيم. فالموضوع بسيط. تاني حاجه على سيره اعاده الماتش، من ضمن الحاجات برضو اللي اتلفت نظري منها من مستشار نادي الحجاج انه طالما في ظرف قهري يبقى المفترض الاهلي حقه يتعادل الماتش. احنا كلنا بنقول لو انت طالع بحيثيه ان هو في ظرف قهري المفروض يتعادل الماتش. ما انت تعيد تخصم 6 نقط. ايوه انت كده ايه انت عملت زي ما اللي هو ثروت سليمان عملناه بس عشان استقرار المسابقه والكلام ده. الكلام ده مش كلام يدخل دماغ الناس يعني. واخر حاجه اللي حط اللوائح هو اللي فسرها، يعني طه عزت راجل مدير المسابقه هو فسر الكلام ده. بالمناسبه يعني احنا بنتكلم اصلا، احنا طول الوقت بنقعد نتكلم على فكره ايه، انه احنا كذا، يعني انا كزملكاوي، بلاش احنا كزملكاوي دي، انا زملكاوي ببقى عندي شك وريبه شويه من الناس اللي بتحط اللوائح او الناس اللي هي بتقرر ايه اللي يحصل. فان طه عزت يعمل قرار كده، تروح للجنه الاولمبيه والرابطه تقول انا هرتضي بحكمها، فاللجنه الاولمبيه برضو انا مش متوقع ان هي تميل لصالح الزمالك وبيراميدز فتقول انه لا صح خصم ال6 نقاط طبعا مش 3 نقط خلاص احنا انتهينا يا جماعه. لا يوم راجع تاني يقول له لا انا الرابطه طلعت لا احنا عيال فرجعنا في كلامنا. ده كلام كله كلام. انت عارف الاتهام اللي بيتقال طه عزت ايه؟ ده عمل اللائحه دي عشان خاطر الزمالك بيقعد ينسحب، فظبطها له عشان الزمالك ينسحب يتخصم منه 3 نقط. الحاجات الكوميديه جدا. فلو انت كل حاجه بتقلب زي ما كده ماتش الزمالك والبنك الاهلي في اول الدوري لما الزمالك كان ظلم فاذا بيه نخرج في النهايه الزمالك هو اللي ظالم. ازاي يا جماعه انتوا بتهزروا ولا ايه؟ فقلب الحق ده صعب جدا بصراحه. لكن في النهايه هرجع بقى لسؤالك الاولاني، هل تتوقع ايه اللي تتوقعه؟ ما اعرفش، ما بقتش عارف صراحة. لا مش توقع، بس يعني ده انت اديتني الاجابه اللي هو لو انت سالت ناس خبراء فقالوا لك ايه ده اللي لان انا كان في خيالي ان هم هيشوفوا مثلا ان الورق بيقول 3 نقط فيلا 3 نقط خلاص على كده بس. بالظبط. الشخص اللي اكد لي 100% ان هو محسوم اللي هو الاستاذ محمد متولي قال لي ان هو دي قضيه 100% تتحسم لصالح 6 نقط يعني. طب السؤال الثاني دي معلومه ما اعرفهاش، لو انت عندك معلومه، هل معلوم امتى هيحكموا هل في وقت ولا هم سايبينها؟ لا ما عنديش فكره بصراحه. مش حاجه اتعلنت يعني. خلاص ما بقاش في، طالما ما فيش شق مستعجل اهم حاجه دلوقتي. خلاص هم بقى شهر 2 براحتهم. ما اعرفش المده قد ايه مش عنديش فكره بصراحه. تمام. حلو. المنطقي والعداله يعني او الطبيعي ان هي تتحكم فيها قبل على الاقل بدايه المسابقه الثانيه. منطق صح. ده منطقي جدا يعني. بس لكن بيني وبينك انت طلعت نزلت رجعت رحت وجيت، انت في النهايه اصلا تاخير القرار ده لوحده ده مهزله لوحده. انت اصلا خرجت دخلت فرق في حسبه مختلفه. واتكلمنا ان بيراميدز لو كان بيلعب البنك الاهلي وعارف انه فارق 4 نقط مش فارق نقطه على الاهلي كان زمانه بيلعب بحسبه ان هو انا متعادل انا جبت التعادل خلاص ممكن مش لازم مش لازم كل ده. دي طبعا الحاجات دي عارف ده بيفكرني بايه، اللي هو يقول لك مثلا انت في فرقه فازت 5-0 مثلا بس كان ماتش مقفول واتحسب لها ضربه جزاء في فتحت الماتش فيقول لك فتيجي تقول له في ضربه جزاء اتحسبت يقول لك خلاص خليها 4-0. لا يا حبيبي انت لازم تقتطع الموضوع من سياقه. فالتسفيه الموضوع ده بالشكل ده انا ما اعرفش. انا وصلت لمرحله بصراحه الموضوع بقول كل ما اقول فيه ليميت معين بلاقي ان الدنيا لا رايحه في ابعد. خد بالك في كل سيزون من الدوري المصري لازم يبقى في حاله جدليه تخلينا نوصل ان احنا نتكلم فيها بشكل كبير ونفضل نتكلم فيها لحد اخر الدوري. يعني انا فاكر الحاله اللي حصلت مع شيكابالا مع احمد مجاهد رئيس اتحاد الكوره السابق واللي حصل مع امام عاشور دلوقتي. فاحنا لو جينا ربطنا اللي بيحصل مع الواقعتين دول هتلاقي ان في ناس بتتكلم كتير قوي ان في تضارب ما بين اللي حصل هنا واللي حصل هنا. يعني حد بيتناول الموضوع من وجهه نظر اهلاوي وحد بيتناول الموضوع من وجهه نظر زملكاوي. انا النهارده بقول مثلا ان هو نفس الموقف اللي حصل هنا هو اللي حصل هنا، بس ايه العقوبه اللي كانت هنا وايه اللي حصل هنا؟ ما كانش فيه عقوبه. بس انا بقى من وجهه نظري شايف ان الاثنين مش غلطانين. معلش يعني ده واحد عايز ينزل بقى تحصل في كل حته في الدنيا يعني يحتفل نفس الكلام. فكره المنع عندنا شنيعه يا جماعه.
فكره ان انا ما خلاص انا واحد مثلا عنده امر ان الباب ما يفتحش خلاص، يعني برضه في وجهه نظر انت في بيبي، يعني البيبي هيدخل، هو امام عاشور اكيد هيسمح له يدخل، بس البيبي ده خلاص انتهى يعني. فقصه برضه شيكابالا عشان اللعيبه بتاع لدرجه وصل مرحله لو افتكر اللقطه الشهيره بتاعت كابتن حسين سيد عايز يرمي ابن سيف الجزيري، ايوه يرميه له يعني ايه اللي وصلنا لكده يا جماعه؟ احنا بنتكلم فكره رد الفعل على ده ورد الفعل على ده، هي دي الفكره، ان انت هنا ديت رد فعل قوي جدا ووقفه وغرامته بتاع، وهنا هو انت الموضوع ما صحش اصلا. انت يعني يمكن انا قريت خبر كده ان احتمال امام يتوقف ماتشين او 3 ماتشات حاجه كده غلط برضه، بس اللي هو غلط، بس اللي هو غلط يتوقف ليه؟ بس انا بالنسبه لي ممكن عنف شويه بس يعني ده كلام تهريج بصراحه، تهريج. طب خلينا نروح بقى للي حصل في ماتش بيراميدز الاخير واحتفال نادي بيراميدز بعد ما الماتش خلص، القطاعه العباسيه اللي في الكوره المصريه عادي خالص. شفت الحته دي ازاي ووجهه نظرك فيها ايه يعني؟ طيب هو اول حاجه يعني بحس ساعات انه في لحظه كده في ناس تحب ان هي تموع القصه وتحولها لمرحله من الكوميديا عشان خاطر تبعدنا عن المهزله اللي بتحصل دي. فيقول لك ايه شفت فرقتين وكده، بس من غير ما ياخد بقى السياق والكلام اللي هو ايه انه لازم يقول الفرقه دي مثلا عملت كده عشان ان هي بس محاوله لاثبات حق او محاوله ان انا احفظ لنفسي كرامتي، لانه خلي بالك هو بيراميدز حتى لو اتحكم لصالحه هو جرد من فكره الاحتفال بالظبط. عارف انت في لعيبه مصريه كان بطل في الاولمبياد وبعدين اتسحبت ميداليات من ابطال تانيين بسبب المنشطات، يعني بطله كانت اتجوزت خلاص ونسيت البطوله ويأست اصلا بعد ما فازتش. خد الميداليه دي فكره بقى ما ترفعش علمك في الاولمبياد والكلام ده، ففكره انت توصل من الفريق ده حاجه صعبه جدا. فهو حاول يثبت حاله، حاول ان هو ينبسط عشان هو شايف ان هو الاحق بكده. انا بشوفها كده، لكن في نفس الوقت هو طبعا مشهد عبثي، هو مشهد عبثي الفرقتين يحتفلوا، بس دي مش اول مره زي ما حصلت في الاهلي والزمالك في الناشئين. مظبوط كده، دي مره حصلت فعلا، حصلت في الناشئين من سنه ولا سنتين. ايوه بالظبط، الدوري لو كان في اللقطه بتاعت ايقاف امام عاشور بالظبط ودخل الزمالك المباراه دي. انا هقعد اتكلم يا جماعه، بص هقول لك على حاجه، انا طبعا الكلام ده بالنسبه للناس كتيره من اصدقائي الاهلاويه يعني مزعج، بس انا بقول حقيقه يعني حاجه حصلت يا جماعه. فريق داخل دوري يلاعب الاهلي مطلوب منه ما يخسرش 3-0، ده بتاع حوار الناشئين ده، فالنتيجه 2-1، فالزمالك بيعمل ايه عشان هو مطلوب منه ما يخسرش 3-0؟ بيدافع، عايز ما يخسرش فرق 4-1 بقى، فاهم قصدي؟ عشان فرق اهداف يصب لصالحه. وكان منشور الكلام ده، يعني منشور الكلام ده في كل وسائل الاعلام ان الزمالك مطلوب منه ما يخسرش اكتر من 3-0. حلو. طيب لو نفترض ان اللائحه بتنص على غير ذلك، شوف انا هوصل معاك للاخر رغم ان اللائحه كانت واضحه برضه بالمناسبه، يخرب بيت كلمه اللائحه دي تكرهونا فيها زينا. هل الاستاذ احمد مجاهد اللي هو كان لغى الدوري في الاخر، لغى دوري 2001 باين، ده مش عارف كان ده سنه كام، مواليد 2001 اظن، لما عمل الكلام ده هو ما شافش الوسائل اللي انا بتقول الكلام ده؟ اكيد شافه. المفروض كان يطلع ايه بيان من اتحاد الكوره قبل المباراه، يا جماعه المطلوب من كل فريق كذا، يعني نوضح الدنيا، لكن اسيبها عايمه وفي الاخر يلا يا ابني احتفل زي الزمالك وهوبا يلا وخلاص اللائحه ما بتقولش غير كده وبتاع وايه الكلام ده. ده تهريج، اللي بيحصل ده اسمه تهريج. بس خلينا نقول حاجه عشان برضو اصدقائي الاهلاويه، اي حاجه فيها جدال على لائحه هي بتروح في سكه واحده ليه؟ يعني هي ليه بتصب في ناحيه واحده؟ عشان كده الواحد انا بقول لك وصلت مرحله لم اكن اصدق ان اللجنه الاولمبيه هتقرر حاجه زي كده، او موضوع الربط، او دايما حاسس ان في هتحصل، فالان حصل. اثبت لي مره انه وفي اللي هو فيديو شهير جدا للاخ العزيز يوسف التهامي، لما قال بقى قصه ان مش عارف ايه تبقى يا جماعه فعلا هو اهلاوي طبعا، لو حصل القصه دي بقى فعلا وكل الادعاءات الزملكاويه والنادي الدوله والكلام ده وبتاع، فهو فعلا يا جماعه ما هو عشان نوصل للفيرنس ونوصل للاحساس بالنزاهه، اعمل النزاهه دي، مش ما تطلبش مني انا افضل طول الوقت افضل اكدب عيني واكدب القرارات، اي قرار جدل يصب في صالح كذا وينسى الموضوع. انا وصلت لمرحله ما اعرفش هل في ناس كتير وصلت لها لا، بس انا حاسس يعني بشوف ده على السوشيال ميديا ان انا مش عايز اتفرج خلاص، انا زهقت وتعبت، وحاسس ان انا الكره اللي باخدها من ده اقل كتير من الحوارات اللي بتحصل. انا بتهيألي قلت ده في حلقه قبل كده، احمد عز المحلل الفني احمد عز كان مره طالع في بودكاست مع نصوحي، فكان بيقول له يعني احنا بناخد مشاكل اكتر من بناخد كوره، فانت بتديني ايه مقابل كل الدوشه اللي انت عاملها في دماغي دي؟ انا محتاج اقعد 90 دقيقه
اتفرج على كوره اتبسط او ازعل عشان فريقي خلص واخش انام اشوف شغل تاني يوم. انما انت واخدني معاك من المحكمه واللعيب ده واخدني معاه الاسم واللعيب ده واخدني معاه الشارع وحواراته ومشاكله ويا ريتني في الاخر باخد حاجه جامده. لا انا ما بتفرجش على حاجه جامده في الاخر. عارف ليه الناس مسحوله مع الكلام ده؟ على كلام يعني حبيبي صديقي العزيز احمد عز. الناس مسحوله عشان هي دافع الاعتياد. اتفرج على الكوره المصريه دلوقتي دافع الاعتياد. انا اتفرجت على الكوره المصريه وانا صغير، فانا هكمل حتى لو ايه بحاول اشيل الحب ده من قلبي عشان انسى، بس مش قادر. بالظبط. بس في جيل ما اعتادش خلاص. بالظبط. في جيل سواء تحت 20 سنه ده و15 و10 وكده، كل الناس كتير بشوف. انت بتتكلم ان زمان انت لو جيت سالت حد وقلت له 96 مثلا المنصوره كان فين؟ المنصوره لا، المنصوره كان في الممتاز بيلعب الزمالك كسبه. كان ايمن محب، كان بجاتو، كان مش عارف تامر عبد الحميد، خرج جيل. انت بتتكلم في جيل كامل. المنصوره ده كسب، وصل نص نهائي افريقيا وكسب بالنجم الساحلي 3-0 قصدي 4-2 وخسر ده خيال علمي. فانت ما حدش يفهم الكلام ده. ما يجمع الكلام ده. فلو جيت سالت اي حد عن لاعب كان بيلعب مثلا في 2002 2003 هيقول لك مين ده. يعني مثلا كان معانا كابتن محمد ماجد قنص اللي هو كان كل ماتش ينزل يحط جون في الزمالك. كنت بحسه مهاجم كولومبيا ومهاجم لاتيني قوي. جبناه على حلقتين فما لو سالت حد يقول لك انا ما من الجيل الجديد. انما كل الناس القديمه لما بننزل حلقه احنا بنفرج على تيك توك اكتر من اي حاجه ثانيه. فبننزل حلقه القنص على حاجه ريل ليه مثلا، الناس اللي تحس انها قدنا كده ثلاثينات وما فوق يقول لك ده كان لعيب جامد مش عارف ايه. بقيه الناس مين ما حدش عارف. فنفس المشكله. فهو قصه كده القصه. فانت بقى في لحظه هتيجي بعد 10 سنين مثلا ولا حاجه من دلوقتي تكتشف ان عدد المتابعين بيقل مش بيزيد، لانه خلاص ما حدش مهتم يتفرج على الخناقات دي وبتاع. خلصنا الناس زهقت يعني. فعشان توصل بقى انك تخف الدنيا شويه حاول قدر الامكان تطبق المسطره وما تخافش. بالمناسبه خليفه كان ليه، انا هستعين بكلام خليفه كتير لانه واحد يعني من الناس بتعجبني اراءه دايما. هو يعني صديق او زميل مهنه يعني طول الوقت على طول الخط. في جمله قالها حلوه قوي، قال كتير جدا بيتم التلويح بورقه الجماهير. جماهير الاهلي كانت في منتهى الحلقه اللي فاتت كانت قالها الحلقه اللي قبل كده قال جماهير الاهلي كانت في يوم ماتش الانسحاب بتاع الاهلي كانت في منتهى الاحترام ومشوا. اللي يلوح بيهم يعملوا ايه يعني؟ ما خربوش حاجه، ما عملوش حاجه. فالناس التصريح ده بالظبط. فانت مثلا هتيجي تلوح بغضب الجماهير وبتاع الجماهير هتعمل ايه يعني؟ مش هتعمل حاجه بالظبط. في النهايه هتغضب شويه في الفيسبوك ولا بس ده غضب الكتروني. بس في النهايه يعني تلوح بقى بحاجه اكبر من كده. لا، جماهير اثبتت ان هي جماهير محترمه ومش هتعمل حاجه والدنيا عادي، رغم ان ايه مراره ان انت تبقى موجود وما تشوفش فرقتك موجوده. حتى جماهير الزمالك ما ساعتها ما راحتش الماتش، لكن جماهير الاهلي ايضا عامله مشوار في السفر وبتاع وما عملتش حاجه في النهايه يعني. فاهم قصدي؟ فالتلويح بالورقه دي مصيبه تانية. فانت خد القرار، او كل اعلام هيهاجمك لانه في احيانا حد هيبقى مدفوع بكذا او كذا، لكن في النهايه لو والله العظيم لو خدت القرار وطبقته على الجميع، انا في لحظه ما انت هتعاني شويه في الاول بس هتمشي كذا. كان طول ما هي ماشيه بالتليفون والجو ده الدنيا بايظه. بالظبط. هطير معاك لحته تانية على نفس الشخص كابالا، بس هسالك عنه وهسالك عن تصريح ليش. هو كان مع كابتن ميدو من يومين. تاشا شيكابالا انت ايه؟ تاشا شيكابالا ما حدش ما بيحبوش. انا بعشقه بصراحه. ما حدش ما بيحبوش. ما بحبش مصطفى الشلبي. عندي مشكله مع مصطفى الشلبي. كنا معانا هنا جلالي اي حد ليه مضايق يقول له معلش كريم عنده مشاكل مع مصطفى الشلبي. طيب شيكابالا كان بيقول مع كابتن ميدو ان لو انتوا يا جماعه، قالها بشكل صريح كده، والله يا جماعه لو انتوا عايزين تخدموا في حته واحده وناحيه واحده وكل حاجه في ناحيه واحده، نقفل النادي ونروح نلعب خماسي نلعب خماسي ونلبس كلنا. فانت شايف يعني حصل تصريح صريح قوي 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 من شيكا اللي هو يعني خلاص بقى ما تزهقوناش يعني. فانت شايفها ازاي؟ هل فعلا هي ماشيه كده، ولا هل يعني هم بيحاولوا يمشوا الدنيا ايه 50 شويه، ولا ما فيش 50 خالص؟ بص هقول لك على حاجه. تصريح من كابتن نادي الزمالك زي ده بالظبط. يعني انت مدرك حاجه مخطوره الموضوع، مش مننا احنا كده قاعدين في قاعده. لا يعني فاهم قصدي. زهقان ومتضايق بالظبط. وساعات لما حد كان بيقول لي انت بتهزر، انت مش عايز تشجع الزمالك وهتتخلى على الموضوع وبتاع، كان بيتقال كده انت كده بتستسلم ايه يا جماعه؟ هو اصل هي مش حرب. وفكره بقى انه تصوير كل حاجه انه اللي جامد واللي بيعرف ياخد حقه، يا جماعه مش الانديه المفترض تاخد حقها اصلا. الانديه تدافع عن حقوقها طبعا، بس مش معقول ان انا اللي عارف ياخد حقه هو اللي بياخد حقه، واللي مش عارف ياخد حقه ما بياخدش حقه. ولا المفترض هي ما تمشيش كده. المفترض ان في حد جهه حاكمه هي اللي بتاخد حقوق الناس.
فكره ان انا اقلبها انه الاهلي جامد فبياخد حقه، مش عارف الزمالك قادر انه بيعرف يزعق يعني. انديه تانية بيتم سحقها، الزمالك بيتم سحقه احيانا، الاهلي ما بيتمش سحقه ابدا، ده غلط. فكره لانه كذا، لان انا جامد والجو بتاع كابتن سيد حفيظ اللي هو انا جامد. يا حبيبي ما هو مش قصه جامد او مش جامد، المفترض اصلا مش انت اللي تتحكم في فكره ان انا عارف اخد حقي ولا لا. فكره ما ينفعش انت تعمل لك حساب وغيرك ما تعملوش حساب. ما بتكلمش حتى على الزمالك والله، كل الانديه، كل الانديه. بيراميدز ما ينفعش ان هو يلعب ماتش بين النهائي افريقيا هو كذا وانديه تانية كذا. فكره ان انا ادي مثال قبلها ب6 سنين عشان خاطر ادل على بيراميدز مش هو الوحيد اللي ما تاجلوش ماتش، لا ده قبلها ب6 سنين يدل على بؤس ان احنا عندنا 6 سنين كامله مش عارف تجيب منه مثال. فالتفرقه دي غلط. لما توصل لكابتن الفريق بالشكل ده يبقى العمليه واصله لمرحله خطيره. ف يعني اولي المنتج، انت بتاذي المنتج بتاعك اصلا. انت واصل مرحله، هو الرابطه فايدتها ايه اصلا؟ يعني الرابطه دي فايدتها ان هي مثلا تسعى لحقوق بس افضل للانديه وتوحدها قدر الامكان وتقرب نتطور يعني الكره تتطور وتبيع جماعه والجو ده كله مش موجود الكلام ده كله طبعا. وكمان انها تحفظ حقوق الانديه، فهي ولا بتعمل دي ولا بتعمل دي ببساطه. طب انت قلت بيراميدز دلوقتي، كنت شايف تصريحات كابتن هاني سعيد على الفتره اللي فاتت، يعني الاهلاويه كانوا بيتهموا هاني سعيد ان انت صياح بلا هدف، وان انت طالع في برامج كلها تقول احنا ولو الزمالك والاهلي كان يتعمل لهم وبتاع. فالى اي مدى شايف يعني تصريحات كابتن هاني سعيد هو بيتم اتهامه؟ شفت الفيديو اكيد، عدى عليك الفيديو القديم بتاعه، الفيديو الجديد لو شفته؟ شفت التصريحات قبل كده كان قال لك يا جماعه احنا عايزين حاجه وبتاع، وعايزين ان في مواعيد نلتزم بيها كلنا وبتاع، فلما جه يطلب دلوقتي التأجيل الناس بتتهمه ان انت ايه، ما انت قبل كده قلت عايزين نلتزم. فاهم قصدي؟ هو انت بتطبقها على انا بس ليه؟ سيتويشن مختلفه. بتطبقها على انا بس ليه؟ انا مش فاهم. هو حتى في ده، حتى المثال بتاع 2019 ده بالمناسبه اللي هو لما الماتش ما تاجلش الاهلي ده كان تعويضا للانديه الاخرى عن حجم تاجيلات مهول الاهلي، يعني دي حاجه زياده. فبين انا وساعتها الزمالك بعد كده بدا يطلب تاجيل في الكونفدراليه لان هو شايف اللي بيحصل. فلما نادي يشوف ان ما فيش ده بيحصل، يعني النظام ما بيحصلش، فطبيعي ان انا هتبقى فوضى، فطبيعي ان النادي ده هيطلب هو كمان ياجل والكلام ده الطبيعي وده اللي بيحصل. فده مش منطقي كلام ان احنا نيجي على الناس. هو الفكره كلها قهر الاغلبيه. هاني سعيد يطلع يقول حاجه يبقى هو ايه، صياح وطرب او بيصيح، لكن حد في الاهلي مثلا يقول حاجه يبقى هو ايه، بيدافع عن حقه ببساطه. هي كده التسميه مختلفه، لانه في ده هنا حد عدد كبير جدا بيساند الكلام ايا كان هو بيقول ايه، والناحيه الثانيه واحد بلا ناس. هرجع تاني حاجه شيكابالا بالمناسبه، وهو بيقول يعني سيبونا نلعب خلاص بقى في لوحدنا بقى وبتاع. الاعلام بتاعت الصالات، انا الناس كلها ركزت مع حاجه في قصه بتاعت ايه، قصه بتاعت عربيه الاسعاف والشخص المجنون والكلام ده. انا ركزت حاجه تانية خالص، ركزت مع المشجع اللي شالوه من القهوه. انت مش عاجبك انه يبقى في صوت تاني؟ فاهم قصدي؟ تواصل لمرحله انت مش طايق. احمد راح في تاني خالص. دي اكتر حاجه. اكتر حاجه التانية عادي انا بكبر، لكن ده خطير، ده مؤشر خطير جدا. انت مش طايق ان في بقى صوت تاني في اي حتى في القهوه اللي هي اصل الجماهير واصل المشجعين. طبعا اصل الجماهير الملعب، بس ما بقاش في ملعب يعني. فالقهوه حتى مش عايز حد يشجع غيرك، ده تهريج. ده فكر، ده يعبر عن فكر خطير، فكر الصوت الواحد ده شنيع. شفت كومنت احمد بمناسبه الموضوع ده، في حد بيقول يعني ايه افتح تلفزيون في اي وقت الاقي اعلانات لنادي واحد بس في الدوري، ومفيش كده في العالم، ان النادي واحد بس هو اللي دايما بيعمل اعلانات ودايما الاعلانات بتاعته بتظهر ودايما. طب الزمالك فين من كل القصه دي؟ بس انا مش هروح دي، لان فيها ديبيت. حد يقول لك لا هو اكتر شعبيه كل المعلنين بيقولوا، انا مش هروح معاك دي. انت مش عايز حد يشجع، مش حد معلن يروح لنادي، مش عايز حد يشجع في القهوه. ده يعني حاجه غريبه جدا والله. الموضوع صعب جدا. فالموضوع يا جماعه لازم تفهموا. وبعد كده بعد بقى الفرقه تموت، المنافسه مش حلوه من غير الزمالك، المنافسه مش حلوه. ايوه بيقولوا كده. انا بقالي 7 سنين مش عارف انا عايز الزمالك يرجع تاني عشان مش عارف. بقالي 7 سنين مش عارف انبسط بالدوري. يا جماعه انتوا بتهزروا، ما هو اللي بيحصل ايه، انت ماسك واحد مكتفه، هو عايزك تنافس، ماسك واحد مكتفه وعمال تلطش له، فطبيعي هيغمى عليه في الاخر. انت مبسوط ان انت بتلطش له وانتصرت عليه، ما هيغمى عليه في الاخر او هيموت. بالظبط. فالموضوع وصل لمرحله صعبه. ناخد بالك، هو عايزك تنافس فقط، انما ما تكسبش. يعني نافسني اللي هو رازيني، حسسني ان انا ايه، بتاخد تدي معايا كده، اديني نفس انافس. طيب فاهم، بس اديني نفس انافس. لما هتيجي تكسب هتلاقي نفسك بتاخد زي ما قلت، تاخد على وشك من كذا اتجاه عشان انت كسبت بطوله ولا كسبت حاجه. لا ما ظبطش. انت فاكر نفسك ايه، عايز تكسب تاني. والله العظيم حتى لو فكرت فيها براجماتيه، مش فكره انه جماهير الزمالك بتشتكي ولا جماهير اي نادي بيشتكوا.
انت بتدمر المنتج بتاعك. يعني بيتم اتهامنا بنظريه المؤامره طول الوقت. طبعا. لا ما احنا قلنا بقى في يعني قلنا هاني سعيد سياح طرب، ولكن الناحيه الثانيه بيدافع عن حقه. فالزمالك برضو اي حاجه يقولها يبقى نظريه مؤامره، لكن بينما برضو اي حد من الاهلي يبقى بيدافع عن حقه. يعني من حق الزمالك يقول ايه، قصدي الزمالك يبقى عنده نظريه مؤامره لما يقول الكاف عنده مشاكل لما حسب مثلا معيار نادي القرن، لكن الاهلي حقه جدا. وطبعا وان الكاف عيب اللي انت بتقوله عن الكاف ده، انت بتهزر ان بلاش نظريه مؤامره هيبقى فاسد وبيبقى الكاف اهلاوي والكلام ده غلط. لكن الكاف في 2017 بقى بيشجع الوداد عادي، و2018 بقى يشجع الترجي عادي، وتاثير والنفوذ المغربي المتغلغل في ايه ده، ما فيش يعني ايه ده الكاف يعني بيسمح بنفوذ برضه. فالنظريه يعني بص يا جماعه والله العظيم اللي انا بقوله ده ممكن يبقى مزعج للناس اللي بتسمعه، حد يعني من اي حد اهلاوي، بس صدقا يعني لو انسى اللي بيقوله، فكر فيه شويه اللي انا بقوله كده، قول لي المسطره هنا او هل الموقفين دول مختلفين ولا لا؟ لو موقفين لا اصل فعلا الترجي، لا اصل الترجي هنا كان على اساس اصل الوداد هنا كان بيعمل اصل فعلا في نفوذ مغربي. يا عم تمام ماشي، بس ما حدش قال لك بقى ان انت عندك نظريه مؤامره. طب ليه هنا الزملكاويه لما يفترضوا القصه دي، رغم انه عنده مثلا عبد الصالح الوحش ولا مصطفى مراد فهمي ولا مش عارف، طب ما عنده بقى نفس النظريه. يعني قصدي ليه انت ليه هنا عادي من حقك تقول ان انت اي يعني اعلى مستويات المؤامره، زي مثلا انه الساعه البيولوجيه ولا مش عارف الكافيين ولا دي مش مؤامره يعني، اقصد اللي هي النظريات ولا كره مفسيه ولا يعني حاجات كده غريبه بتتقال. مره والله كان في حد والله العظيم كان في حد قال كده الكلام ده. فالموضوع يا جماعه صعب يعني. انا والله العظيم صدقا لو انت حتى فكر فيها عمليا، سيبك انسى خالص مصالح الزملكاويه. هو بريمير ليج وهو بيحاول يوزع بشكل متساوي، ولا الليجا لما شويه دلوقتي بدات تحسن من القصه ليه؟ يعني الليجا بدات تحس، سيبك من بريمير ليج اللي هم اعلى افضل نموذج لعداله كرويه في الفلوس، تمام، رغم ان هم في تفرقه شويه في الاوفرسيز مثلا العوائد، لكن جوه في العوائد بس جوه انجلترا متساويه، لكن في زيادات مكافئات على فارق المستوى في المراكز، بينما الاوفرسيز فيه تفرقه شويه. بس في النهايه المحصله ان ممكن نادي هياخد مثلا 170 مليون والنادي الثاني 110، يعني فاهم قصدي؟ في القريب في مكان في تاخد فيه نفس، هعرف اجيب لعيب. الليجا حسوا بقى ان المنتج بتاعهم بدا يروح لسكه ايه، دوري اسكتلندي، ريال مدريد برشلونه، فبداوا يقللوا الجاب. فلو حتى فكرت فيها كده ده غلط، ان انت الانديه كلها بتروح منك بالشكل ده. والى جانب بقى القصص اللي ان كل حتى بقى الاهلاويه بيشاركوا معايا في الحديث عن اللي هي دوري الشركات اللي احنا فيه ده، بقى هو ما بقاش دوري الشركات بس بالمناسبه، بقى دوري شركات القاهره. يعني ده دوري منطقه القاهره مع بس عارف انت كوبا امريكا لما يروحوا يجيبوا مثلا اليابان وقطر يلعبوا معاهم، دلوقتي كان هيبقى دوري منطقه القاهره، هات الاسماعيلي والاتحاد والمصري يلعبوا معانا. قصدك يعني مفيش بترول اسيوط، مفيش الانديه، مفيش قاهره، كله في القاهره. ده يعني انت متخيل الفكره؟ مفيش محافظات دوري قصدي، يعني مفيش محافظات، مفيش بقى فرق بتلف المحافظات وتلعب وكرنفالات وبتاع. بالظبط انت الموضوع ما بقاش يمثل مصر، حتى الدوري ما بقاش يمثل مصر فعلا، الدوري ده بقى يمثل القاهره اللي هي المركزيه فيها. طبعا مصر مشكله مصر كبلد المركزيه دي تخلي الدنيا صعبه، كل الناس عايز تيجي القاهره، عندها كل فرص العمل، كل الاضواء هنا فيها بتاع ده مؤشر غلط حتى على بلد. لك يعني على الفكره انه في الكوره بقى ده لما ينعكس على الكوره بيأثر على شكل مسابقه. بمناسبه موضوع تمثيل مصر دوت، كزملكاوي، هل موضوع بيراميدز يعني ان هو مش واخد نفس الدعم ونفس كذا عشان مالوش جماهير والكلام ده كله؟ النهارده قبل ما نيجي كنت بالصدفه عدى عليا بوست من صفحه السيري اي بتاعه الدوري الايطالي، فالصفحه الرسميه منزله بوست الانتر والافعى وبتاع بتدعم بشكل اساسي. ليه؟ لان الصفحه الرسميه دي تبع الاتحاد الايطالي، فالاتحاد الايطالي في نادي ايطالي بيلعب في دوري الابطال، فانا ام سبورتنج يعني. تمام. انا مش عارف، انا شايف ان بيراميدز وجهه نظري مش واخد، يعني واخد دعم قليل كده، عشان ايه؟ الاعلاميين يبقى شكلهم ان احنا ايه، بندعم بيراميدز عشان ده بيمثل مصر في بطوله افريقيه. بس انا حاسس ان هو بيعملوا من ورا قلبهم، محدش عايز، يعني هو مش عايز يعملوا كده، بس هم مضطرين عشان شكلنا قدام الناس. طيب فكره تشجيع بيراميدز كمان مننا كزملكاويه، بس انت ابقى سالتك كل الحاجات. اول مبدئيا انا مش، طالما انا كنت بعترف بكل صراحه لو بيراميدز كان بيلعب الاهلي في الفاينل كنت هشجع بيراميدز، بس حاليا لم يعد يهمني امر الموضوع قوي صدقا يعني. وانا على فكره كنت في التلفزيون وما كسفتش اقول الكلام ده. قلت في التلفزيون مع كابتن سيف زاهر يعني، قلت له الزمالك يعني رغم انه ممكن الزمالكاويه يقولوا ممكن انت لا انت المفروض تقول انا مش يفرقش معايا، لا انا كان يفرق معايا اكيد، طبيعي عادي، والنكش اللي بيني وبين جماهير الاهلي. وعلى فكره انا بعض من اعز اصدقائي اهلاويه، بس برضه الناس بتفتكر انت فاهم عايش في صومعه لوحدك يعني. لكن وبنقعد نتكلم ونهزر وبتاع.
عارف انت بقى جو الصحفيين ده، مش كنا بنقعد بقى في النادي الاهلي طول عمرنا ولا نقعد نتقابل وفي النادي الزمالك في صحفي كده اقول لك فاهم، بس هو يبقى هو اصلا منبطح منبطح. بس احنا كلنا كنا اسره واحده نقعد في النادي ده ولا نقعد في النادي anyway. مش ولا متنازل يعني متنازل عن الاساسيات خالص عشان بس ما يتقالش عنه ان هو يعني يتقال عنه ايه ميم تهري ميم محترم. ايوه انت عندنا في مصر بالمناسبه يعني سيبك من الكوره، اي حد صوته واطي شويه يبقى محترم بالنسبه لي يعني، مثلا او بيتكلم كده اهلا بيكم يا جماعه كده محترم بالنسبه لي، هو ما يعرفش حاجه عنه، ما تعملش دوشه، ما يعرفش حاجه عن الشخص المحترم بيج قوسين كده محترم. فيعني كنت بقول ايه والله نسيت. بيراميدز والتشجيع انت كنت تقول مش فارق معاك الموضوع. انا بالنسبه لي مش فارق معايا تمام. لو انا بقى عندي برنامج في التلفزيون في قناه محايده طبعا مهم جدا ان انا احتفي بيه واشجعه وبتاع، ده منطقي عادي. لكن المشكله في ايه؟ انه حتى لو انت اخترت ان انت مش هتشجع النادي ده او بتاع وشايف ان هو مش كذا، ارجوك بقى كفايه تصدير قصه ان انت وتسحل اي حد كان بيقعد يقول انا مش هشجع نادي كذا في بطوله كذا وانا ما يهمنيش النادي بتاعه. كانت مشكله حازم كده من يومين قال انا مش هشجع بيراميدز. انا لا هو كان في هو اهلاوي طبعا كذا في كذا مثال قبل كده برضه. لا كان في ميدو طلع السنه اللي فاتت اتسحل، ميدو اتبهدل وكان في قبليه احمد المرغني ميدو طلع عمل فيديو قال لك انا مشجع. فاحنا يعني كنا بنتكلم عادي وبتاع وهكذا، اي حد يقول الكلام ده عادي ما فيهوش اي مشكله، يعني المفترض ما يكونش مشكله. بس اولا الرابطه انت بتتكلم على سيريا ففي الرابطه عملت يعني بعض الشغل بصراحه للامانه عشان برضه ما اجيش عليهم قوي رغم ان هم عندي تحفظات بالهبل عليهم يعني. من ضمنها بالمناسبه ان هي مش رابطه شرعيه اصلا. وحاجه من ضمن الحاجات كنت بتكلم معاها مستشار نادي حجاج، الرابطه دي دلوقتي احنا في الاول السنه اللي فاتت ما اتعملش انتخابات اصلا صح؟ يعني هي كانت رابطه غير شرعيه طبعا، الجانب انه تصدير من فكره ان الانسحاب بتاع الاهلي ده كان لتظبيط المنظومه وعشان خاطر عدد الحال ما. دلوقتي احنا الرابطه موجوده وشرعيه عادي خالص، يعني هي مش منطقيه، مفيش حد بينسحب عشان يظبط منظومه اصلا بالمناسبه يعني الزمالك هو بيتسحب رغم انه كان بعض الحاجات انسحب عشانها ايه من ضمن غير عامر حسين وبتاع، ودي ده نوع من انواع ضبط المنظومه. بس انا زملكاوي اهو وبقول لك الزمالك انسحب، قصدي مش عشان يعدل المنظومه، الزمالك انسحب عشان هو عايز غضبان مش اكتر، نادي غضبان موضوع التاجيلات وعايزين نلعب زي بعض هو نادي غضبان في النهايه يعني، هو مش هدفه لانه اي نادي عايز يسعى لضبط المنظومه يبدا يحاول يظبطها من اول الدوري، ما يجيليش في وسط بتاعه وهو غضبان يقوم عامل لي الكلام ده. حتى الزمالك كان كده يعني، الزمالك كان هدفه من ضمن الحاجات فيه بعض الاهداف النبيله بس هو حق يراد بيه باطل برضه، او مش يراد بيه باطل، يراد بيه ان هو يعني غضبان، نادي غضبان. فالاهلي نفس القصه تمام. فمن ضمن كمان بقى الحاجات المصيبه ايه في موضوع الرابطه ده، يعني اللي قلنا بقول زي ما قلنا اللي اتحولت من غير شرعيه لشرعيه وبقت الدنيا زي الفل وحلوه. الرابطه دي عملت اجتماع، اولا هي ما دعتش الجمعيه عموميه للرابطه، يعني ده اجتماع عشان نتناقش فيها المستقبل بتاع الجديد. فجاه خدوا الايه الاوكي انتوا كده رابطه شرعيه وبتاع وللسنه الجايه وتساومت الانديه في موضوع الهبوط والجو ده حاجه في منتهى يعني ايه ولا حاجه. الناس كلها بلا استثناء انتقدت موضوع الهبوط، مصيبه. ايوه بس القصه الثانيه كمان بقى ايه، لا ده كمان بقى حاجه زياده نبهني بيها المستشار نادي حجاج، قال لك ايه ان الرابطه دي هي كل الرابطه دي المفروض كل سنه تتشكل من الانديه المشاركه في الدوري. صح؟ ما بيحصلش اصلا. لا هو بيحصل، المفترض بيحصل. المره دي ما حصلش ليه؟ هي اول مره اتشكلت، تاني مره ما فيش اجتماع انتخابات اصلا، ما فيش اجتماع. ثالث مره ايه، وبالمناسبه ما كانش فيه اجتماع الرابطه اللي هو قال لك انه عشان يبوظوا عشان يغيروا قرار لجنه المسابقات، ولا في اجتماع رابطه ولا في ورقه بيقولوا اجتماع رابطه ولا في حاجه، هو تليفون. فاهم قصدي؟ عشان يغيروا راي طه عزت. اصل طلع اللي هو ثروت قال كان في اجتماع فعلا، وهات ورينا ورقه محضر الاجتماع وبتاع، ما فيش حاجه. كان بيقول لك ما فيش حاجه، فين كان بيتكلم مع اللي هو ثروت سليمان في التليفون بيقول له فين الاجتماع. ايوه anyway بقى ارجع الحته، الرابطه دي مفترض مكونه من الانديه المشاركه في الدوري المصري الممتاز. هو في 3 انديه مش موجوده على فكره لغايه دلوقتي. مين الانديه لسه ما صعدتش؟ اللي تحت لسه ما صعدوش. ده الانديه دي المفروض موجوده ليها راي كهرباء الاسماعيليه، كهرباء الاسماعيليه والنادي دجله ودجله ومقاولين بالظبط كده. الانديه دي لازم ليها راي في الشكل المسابقه وفيها كذا، ما خدوش رايهم اصلا. يعني دول ولا راي في رئيس الرابطه ولا اعضاء الرابطه. مش الانديه دي المفروض تبعت ممثلين ليها، تبعت اسم ممثل ليها بالزبط. مش ممثل يعني ترشيح، بلاش عشان كلمه ممثل دي مناسبه مصيبه تانية في الرابطه في مصر. فكره ممثل الزمالك، ممثل انتوا مجانين يا جماعه. ده واحد ممكن النادي ده يشوف ان هو شخص اهل الكلام ده، ولو ما خدش اصوات الناس خلاص، لكن ده ما بيحصلش. هو فكره لو عددهم اقل من 5 قصدي زاد عن العدد المحدد للرابطه يعملوا انتخابات بينهم. انت فاهم قصدي؟ بس هو كل مره يجي على العدد بالظبط. فنرجع تاني، المقاولين ووادي دجله وكهرباء الاسماعيليه المفروض ليهم راي في ممثل وليهم راي في شكل المسابقه وما تاخدش رايه.
ده كلام مش ده برضو دي رابطه مش شرعيه دلوقتي، كأن رايهم تحصيل حاصل يعني مش موجود اصلا. حتى مش ما قالوش رايهم عشان حتى يبقى تحصيل حاصل. تحصيل حاصل ده مثلا نقول رايهم بس مثلا تصويت الرابطه ضد الاغلبيه في الاغلبيه بالظبط، هم ما قالوش رايهم ولا بعتوا ممثلين ليهم. فصلى على النبي يعني. طب ليه دايما واعتقد يا جماعه ده الاهلاويه فوفوني بيه برضه، اتمنى يعني في حاجه عايزين نوصل نقطه اتفاق حتى يعني. طيب هنرجع تاني لحته شيكابالا، بس مش على الكلام بقى دلوقتي. شيكابالا كان قال ان انا عايز اقعد اجدد سنه كمان، وان انا افيد النادي واجيب النادي بطوله كبيره ومش عارف ايه، طبعا الكونفدراليه مين يعني احنا رايحين لها يعني. فطلع او الدوري، فطلع او ايا كان، فطلع صحفي شاد عيسى، فكان بيرجو اداره الزمالك اللي هو ابوس ايديكم لو شيكابالا طلب تجدده ما يعني ما مش يعني خلاص هو مش قادر يأدي، فلو سمحت مش ناقصه. فانت رايك يعني شيكابالا طبعا هو محبوب الزملكاويه، بنحبه ايا كان اللي هيحصل ايا كان اللي حصل، وبعد اعتزاله انا متاكد من ده. بس في المرحله دي انت مع ولا ضد؟ هل مع اللي هو لا يا جماعه ما تجدوش شيكابالا باي شكل، احنا مش مستفيدين منه، واخد مكان على الفاضي ومش قادر يجري ومش قادر يتحرك وبتاع، ولا لا شيكابالا لو بنص رجل شيكابالا ممكن يحط على اي حد؟ طيب خلينا ناخدها بمنظور تاني. انا عايز اسال شيكابالا، هو انت عايز تكمل في الدوري او تكمل سنه كمان ليه؟ عشان تحقق بطوله كبيره؟ هو كل البطولات دي انت حققتها قبل كده. لو كان الزمالك تأهل لدوري ابطال افريقيا كنت ممكن افهم شويه كلام شيكابالا. الزمالك حلم ان شيكابالا يرفع كاس افريقيا، رغم ان هو اظن كان موجود في بطوله 2002 يعني، ولو بالاسم يعني، كان موجود كان ناشئ من ناشئين الزمالك البريليانت يعني. فهو الهدف ايه؟ ان انا اختم الموسم بطوله. طب ما ممكن الزمالك ربنا يكرمه في ماتش بيراميدز، طب وساعتها هيبقى خلاص يعني ماتش الكاس. فهي وجهه النظر ايه؟ طبعا انا اتمنى جدا الختام يبقى ليك باسم شيكابالا واسطوريه شيكابالا وما يقدمه للزمالك وكل حاجه. بس انا لو ما كانش شيكابالا هفكر هو انا هكمل سيزون كمان ليه. فهو خلينا نكون واقعيين ومنطقيين ونتفاهم النفس البشريه. كل لعيبه الكوره غالبا ما بتقتنعش الا كنت توني كروس يعني. لو خدوا قرار عكس كلام كل الناس يعني. لو انت بتعتذر ليه يا معلم؟ انت لسه قادر تدي اعتذر يعني في القمه، بس انت عندك لسه اللعيبه كلها. هو بتقول اغلبهم بيقول انا هعتذر وانا في القمه، بس بيستنى لما يوصل مش هقول القاع بس حاضر يعني مستوى. اغلبهم كده لان هو بشر. مفيش لعيب كوره يقدر يتخلى بسهوله عن شعور الادرينالين اللي بيتدفق يعني في عروقه لما يلاقي جماهير بتهتف باسمه او لما يسجل جول ويجري على الجماهير. شعور غير طبيعي، نجوميه وفلوس وكذا حاجه يعني كذا احنا مجرد احنا بنلعب في الخماسي بس، ولا بنلعب خماسي لو لقيت 5 بيشجعوك هتكون مبسوط بتسخن. تخيل ده شعور يعني مش عايزين نجرد الناس من الانسانيه طبعا. بس لو فكرنا في الموضوع، شيكابالا يعتبر شبه معتزل في السنتين اللي فاتوا. خلينا نكون واضحين، او السنه اللي فاتت بلاش، السنه اللي قبلها كان شيكابالا برضه ساهم في كذا ماتش. السنه اللي فاتت دي فعلا السيزون اللي فات ده كان شيكابالا مش موجود خالص. ومع ذلك انا بقى هحلق النظره على حاجه، انه شيكابالا حتى هو ما كانش بيلعب، انا برضو كان يهمني شيكابالا يكمل على اعتبار ان الزمالك مثلا دايما محتاج قائد. بس انا شيكابالا زعلان منه جدا من يوم فتره جروس دي، لما شيكابالا غضب موضوع جروس وحصل مشكله وقصص كده، ولما ما اختفى يعني وبتاع وهو بعدها ما اختفى تماما. لا معلش، ما هو احنا القائد اللي ممكن يجي على نفسه او يضغط على نفسه، او بالمناسبه حتى مش يضغط على نفسه، وده الطبيعي. اللاعب كره القدم حتى لو مش راضي على المدرب لازم يجي التدريبات يعني، فاهم قصدي؟ انا مش بطلب منه يجي على نفسه، هو بطلب منه بس يلتزم بالمفروض. اللعيب اللي هو ما هو هيروح يكلم لاعب تاني. ما هو انت بص، شيكابالا برضو ما زال عنده خصال القائد، انا مش بقول هو فقدها، بس لو انا كلاعب جه شيكابالا بيكلمني انت لازم تلتزم، اقول له يا شيكابالا ما انت كنت ماتش في وقت جروس كنت كذا كذا كذا. انا مش عايز اقول ان انا يعني انا حابب شيكابالا جدا، بحب شيكابالا، بس اقصد ان انا هل هو فقد الحته دي يعني؟ هل ممكن يفقد حتى دوره القيادي المهم يعني؟ هل ممكن يفقد انه مش هقول سيطرته، بس القائد لازم يكون مش هقول هم برضو لعيبه مقتنع بيه كقائد وكل حاجه، بس اقصد في لحظه لما تنفجر الاوضاع ممكن لعيب يقول لك الكلمتين دول. بس ده وريك ان هو اقوى مدرب بقى كده خلاص، هو فرض رايه ومشاه كمان يعني. لو كان ما اقدرش اقول فرض رايه ومشاه، لان هو جروس بصراحه كل الناس طالبه خلاص، ما اقدرش يعني هو فرض رايه عمل اللي هو عايزه. احنا كلنا مثلا كنا عايزين جروس يكمل وهو شيكابالا كده عشان برضه ناس كتير قوي زملكاويه مش عايزين جروس يكمل. انا شخصيا كنت شايف جروس، انا كنتش اصلا مقتنع جروس، كنت شايف سيمباور قدامنا منه 100 مره بعد كده. والله لا، انا شايف ان بيسيرو ادى افضل من جروس في رايي بجد. غريب انا يعني قوي. بيسيرو كان برضه سيء وكل حاجه، وبالمناسبه رغم ان هو كان سيء
بس انا برضو كنت شايف ان بيسيرو يكمل لغايه ماتش الكاس. بس برضه عطا انت لو جبت تشيل بيسيرو وتجيب اي كابتن ايمن رمادي مش منطقي. لو جبت اي مدرب حطيته في الشكل اللي بيحصل في نادي الزمالك ده مش هينجح. ايوه يعني خلي بالك برضه ان حاجه انت اللي اتكلمت فيها انه جروس كان معاه زيزو، بيسيرو ما كانش معاه زيزو، مش بس ما كانش معاه زيزو خلاص، ده معاه دوامه زيزو. يعني الزمالك دخل في الدوامه دي مع وفي وقت بيسيرو كنا الى حد ما، مش هقول كنا جامدين ولا حاجه، لحد ما كنا متماسكين كويسين حتى بعد ماتش الاهلي وكذا كذا، حتى ماتش ستيلين بوش في الذهاب لو نفتكر ما كناش بطالين برضو، كان فريق كان كويس. فجت ضربه حصل حوار بتاع زيزو ده ومن خارجين من ستيلين بوش وبدا ايه بس مش زيزو برضو يعني هل زيزو يعني بالافكتيفنس دي اللي هو هيخلي الزمالك يكسب فعلا الماتشات؟ اولا زيزو مهم، كان اهم لاعب في الفرقه ده اكيد، لكن انا مش بتكلم بس على كده، المشاكل اللي حصلت واللغط واللخبطه اللي حصلت في الفرقه دي كلها دي كانت قصه كبيره، تاثير على التركيز طبعا يعني. وان كان على فكره انا مش بعرف اللعيبه من الخروج من ستيلين بوش، انت المفروض تقاتل عشان كرامتك بالظبط يعني. انت هو انت بتقول انا ولا حاجه من غير زيزو كده، اخرج من ستيلين بوش اللي انا تعادلت معاه في جنوب افريقيا وكنت هكسبه بسهوله، هو له كذا فرصه ضيعتها وبتاع، فانت المفروض تنتصر كرامتك. بس على ما يبدا رجاله ان احنا بنفكر بطريقه غير لعيبه الكوره، احيانا لعيبه الكوره ساعات احنا انا روي كين ليه مقوله حلوه قوي، كان بيقول انا نفسي افهم اللعيبه اللي بتحتاج للتحفيز من المدربين بيحتاجوا ليه. قال انا كل ماتش داخل متحفز اصلا، انا عايز اكسب، المكسب ده حافز بتاعي اصلا. ايه واحد يجي مدرب يجي يقنعني ان انت لازم تبقى جامد وانا مؤمن بيك واحنا لازم نقاط، طبيعي ان انا ابقى جامد يعني طبيعي ده عادي. بس احنا متخيلين كل الناس زي حسام حسن وروي كين يعني بس النفس البشريه برضو مختلفه يعني، شخص مثلا ممكن يبقى حتى لو انت مش تحفز يا عم عشان حتى الفلوس تاخدها تبقى حلال، اكل عيشك حلال، اكل عيشك يعني اديني مجهود في الملعب يا عم، انا قاعد في البيت برضه ما اتحرقش انت دورت عليها مثاليه زياده يعني دورت على احنا مش عايزين المثاليه دي، انا عايز ده انت يا عم مش لعيبه الكوره اغلبهم وده طبيعي او اغلب الناس، بس لعيبه الكوره عندهم دي بزياده، من واحد من معاشرته عندهم الانا زياده شويه يعني فاهم. فانت الانا عندك انا بخاطبك برجمتيا حتى ولا مش مثاليا زي حل الفلوس. انت كفريق عايز تقول انا سوري طبعا الزمالك يسوى قصدي كفرقه تقول انا بتاثر، بلاش وسواش حاجه بتاثر قوي بغياب لاعب عني، مش انت دايما بتحس ان انت كلاعب نفسك تبقى نجم زي اللاعب ده، طب اللاعب ده مش موجود، اثبت لي بقى انك نجم زيه او اثبت لي انك لعيب جامد زيه. انا توقعت يعني هرجع تاني اقول لك انا ما بحبش مصطفى شلبي خلاص، بس انا توقعت اللحظه ان انا قلت مصطفى شلبي ينزل الماتش الجاي انا هشوف بقى ايه قطن وقرطه هياكل نفسه ويقول لك ايه انا زيزو ماشي انا اللي موجود، انا ما شفتش خلي بالك بقى من مصطفى شلبي، فاللي هو حريف كل حاجه، بس انا لا هو مش حريف بس مصطفى شلبي يعني عنده كوره بس انا مش فاهم هو ليه المستوى قرارات سيئه جدا. مصطفى شلبي قرارات سيئه ما بالظبط قرارات سيئه جدا مصطفى شلبي. بس على فكره مصطفى شلبي من اللعيبه اللي يعني مش حاول بتخلص، لا هي لعيبه بتجري كتير بتحاول عنده مش حاول عنده حميه في الدفاع مثلا يعني هو كتير بيموت نفسه ملعب، بس غالبا دي قدراته او هو فقد الثقه او كده. انا كنت شايفه ايبي كويس بصراحه يعني كمان مع ام بي كان كويس فعلا. ايوه هو كان كويس، ما ده مجنني، كان لعيب ملفت فعلا وما اعرفش كان يمكن مستوى اعلى في لحظه ما كان ممكن هيقول مصطفى شلبي بالمناسبه الزمالك كان افترض يجيب اجنحه اجانب مصطفى شلبي مش هقول يبقى بديل جيد، ممكن يبقى يعني يكمل في الفرقه لغايه عقده متهيألي مش فكره انه يرحل الا بقى لو عقده كبير قوي مثلا وانت تقدر تجيب له صرفه بيعه ماشي تمام، بس اقصد هو ممكن يكون سكواد بلاير مش بطال يعني يلعب لاعب ثالث مثلا في المركز بتاعه او لاعب تاني على مضض، فاهم؟ مش هيرضى هو حاجة. لكن لا يرضى لو مش راضي خلاص بقى انا يعني احنا كمان هنيجي على نفسنا. لا السؤال عطا يعني جمهور الزمالك او زملكاويه دايما شايفين ان انا بعد ما عاصرت ديل في طارق حامد في نص الملعب مع امام عاشور مع زيزو مع الفرجاني مع بن شرقي ومصطفى محمد، هرجع ابص الاقي نفسي في دوامه بالشكل ده وبتاع، وانا لازم بقى اتعود على الشكل ده وافضل ماشي مع الشكل ده واجيب لعيب من هنا على لعيب من هنا. هو اصلا مع احترامي يعني نص اللعيبه اللي بتلعب في نادي الزمالك ما تعديش من قدام اكتر من نص شويه، انا اسف يعني بس هي دي حقيقه هي دي حقيقة. في لعيبه كتير في نادي الزمالك ما بتعرفش تباصي، ما بتعرفش تباصي حرفيا. دايما يقول لك لما حد يقول مع احترامي دي انتظر مصيبه بالظبط ولكن بالظبط بالظبط يعني بص الاهلي عنده بن شرقي عنده خيارات كتيره جدا هيلعب بيها في كاس العالم. انت ليه بتقارن محمد علي بن رمضان مش طبيعيه فرق رهيب طبعا، وان كان الزمالك يملك انه يجيب فرقه احسن من كده. الزمالك كسكواد يعني اللعيبه دي لو راحت بدلنا بينهم وبين سيراميكا مثلا يعني فاهم قصدي هتختلف خالص القصه يعني. لكن في نفس الوقت
اكيد الزمالك المفترض الجماهير مش ما وصلتش المرحله دي من التماهي مع الوضع. جماهير الزمالك بتضغط ضغط كبير جدا على اداره الزمالك عشان تشوف ميركاتو كويس الفتره الجايه. المفروض في تدابير ماليه قدر الامكان ان الزمالك يبقى قادر يدخل السوق بشكل جيد. اوكي. وده اللي ننتظره. افلح ان صدق الكلام كله على من الاداره لجنه التخطيط وبتاع ان احنا مقبلين على فتره جيده على مستوى الانتقالات، نتمنى. فده اللي اقدر اقول. لكن جماهير الزمالك ما وصلتش للمرحله اللي بتتكلم عنها دي. في الحلقه اللي فاتت كنت بقول لكابتن معايا كابتن اونش، فانا في الكلام كده بقول له انا اداره الزمالك كرهتني في الكوره وفي الفرقه وخرجتني على الفرجه من كتر القرارات الغلط اللي اتخذت بقالها فتره. وانا حاسس يعني دايما احنا بيتم التهم زي ما قلت لك ان انتوا يعني الاهلي يقول لك ايه، انتوا اللي وحشين، انتوا اللي مش عارفين تديروا، انتوا اللي تمام. سيبك من القصه دي. انا الفتره دي انا كزملكاوي انا حسيت بجد المشكله مرض من عندنا. انا حسيت ان الاداره بتحاول تعمل كل حاجه غلط عشان تبوظ الفرقه دي. ما اعرفش ده احساس صح ولا غلط. لو انت عندك معلومه، هل فعلا الاداره سيئه للدرجه دي ولا الاداره غصب عنها هي جايه شايله تركب مش بتاعتها فمش عارفه تتصرف؟ كمل بقى سؤال وقول هل طبيعي ان الزمالك يخسر كل الماتشات دي من الاهلي بشكل مباشر في اليد بعد الموضوع والصالات والحاجات دي كلها؟ انا قلت مش هناخد دوري بس قلت هنلعب على افريقيا على الاقل. انت هوب بتخسر من طوب الارض وبتتعادل والدنيا واللعيبه سيئه جدا جدا. فانت شايفها ازاي؟ هل الاداره فعلا مذنبه في القصه دي ولا الاداره غصب عنها؟ مفيش كلام، مذنبه طبعا بس مش متعمده يعني زي ما انت بتقول. انا حسيتها الفتره والله متعمده بامانه ولا مش هكدب عليك. يعني ما حدش بيكره يفشل. تاني حاجه الناس على فكره اغلبهم على الاقل زملكاوي فعلا جدا. ماشي. وده من التعامل مع بعض. ليه بيعملوا كده؟ ليه كل الحاجات الغلط اللي حصلت في قله حيله احيانا، لخبطه احيانا. كابتن حسين كان في لحظه ما كلمته نافذه زي ما بيقولوا كده. بعد كده بقى مش حاول يراضي الناس بس مش عايز صدمات كتيره، فبيحاول يدي ماشي الامور بهدوء. في بعض الناس بتعتبره ده ضعف فبيبدا يتغلغل وياخد حاجات غلط مش بتاعته وبتاع، فده عمل مشكله كبيره. في لخبطه حصلت كبيره طبعا مفيش كلام. لكن نامل ان التغيير ده يكون حصل. وهم حاليا تركه الكوره يعني حاليا في ايد لجنه التخطيط الى حد كبير، ميدو وحازم فمفترض ان هم برضو يهمهم ينجحوا وتتغير الصوره شويه عن النادي في الفتره الحاليه. وممكن يبقى عندهم نيه كويسه برضو. ممكن يحصل ان هم يختاروا غلط ويعملوا مشاكل تانية. فالامل بقى ان هم ساعتها يبقى مصيبه كبيره للنادي فعلا ووصلوا مرحله تبقى خطيره على نادي الزمالك بشكل عام. طب شفت ازاي بالنسبه للصالات وكده طبعا في تخبط كبير. بس في نفس الوقت ده حزن والله العظيم بتاعت الصالات. عندي يعني في حاجات غلط جدا حصلت، وفي اختيارات مدربين غلط واصرار على بعض المدربين الغلط او اختيار زي ما قلت لك لاعبين برضو مش، او مثلا بعض الصراعات وبتاع. وفي احيانا البعض اللي انت تقول لك انه في رهان على المستقبل شويه. يعني في لمحات كده بتشوف فرقه الباسكت او فرقه اليد تقول لك كده. اتفرجت على اليد باخر ماتشين 3 قدام الاهلي عاملين ازاي؟ ايوه اقل كتير اتعكست الادوار. إيه ده؟ بس في لحظه انت ما كنتش بعيد قوي. انت في لحظه فقدت الريتم ده عشان حاجتين. اولا كان الاهلي كان عنده حارس مرمى جامد جدا، حميد فظيع. شوف سبحان الله الزمالكاويه بيعترفوا بالتفوق المنافس عادي. بس مش عيب والله مش عيب يعني. لا في اهلاويه كتير محترمين يا جماعه والله. لا في كتير محترمين ما بقولش حاجه. اصحابنا واحنا ليه اصحابنا. ايوه ده انا بقول الاهلاوي المحترم بقول له شوف الزمالكاوي عنده لما بيعترف بتفوق فرقه بيمشي حتى لو قلنا الاهلي صرف فيها فلوس كتير قوي في اليد والباسكت والكلام ده فلوس، بس الزمالك كان عنده مش كذا. فالمعاكس ادوار عادي يعني بنعترف تفوق المنافس مفيش مشكله يعني عادي خالص. لكن اللعيبه دي زي ما قلت لك في محارس كان جامد قوي مميت، وكمان قله خبره عندك بعض اللاعبين قله خبره في اللحظات الحاسمه فكت منها زي ما حصلت مع الاهلي قبل كده. الاهلي كان بتفك الخبره قدام احمد الاحمر ويحيى الدرع وكده وسيف وكده، كان هما بيخسروا النديه فتفك منها. فكره ان انت تبقى متقدم يعني تفضل انت متقدم مثلا من فرق 4-5 تجوان وانت خلاص للدرجه دي انت مش قادر تحافظ. انت بتروح عارف زي منتخب مصر. لا مفيش لحظه تقدمنا 4-5 لا تقدمنا الماتش اللي فات كنا احنا خلصين الشوط الاول احنا كسبانين فرق وبعدين 3-4 تجوان 4-5 تجوان. الشوط الاول كان الزمالك فعلا وصل لحد اخره فرق 3 تقريبا، كان كسبان فرق 3 وبعدين انت دخلت انت فاهم عملت ضيع والسابق احنا وصلنا لغايه 21 الخط السير بتاع منتخب مصر قدام الدنمارك ده اللي هو انت مش قادر تكمل ده. نفس الفكره انت مش قادر عملت تضيع. مصر بتكسب الماتشات الكبيره احيانا دلوقتي منتخب مصر رغم انه ممكن بعض يعني عشان المحترفين يعني عشان المحترفين عندهم خبره المواعيد الكبرى دي خبره اللحظات الحاسمه. كنا دايما بنخسر اللحظات الحاسمه. الى جانب طبعا كان عندنا صابر حسين يعني كانت زمان كان عندنا صابر حسين، كان عندنا مثلا منتخب متكامل في حسين زكي وفي نقيب الروبي وبلال
كذا، بس صالح حسين كان دايما ثغره عندك. كان سامح عبد الوارث كان لعيب هايل بس كان بيتصاب كتير، فكنت بتضطر تلعب سامح حسين وكان ثغره المنتخب ده. فالجيل اللي بعد دلوقتي الجيل برضه نفس القوه يمكن اعلى، بس حتى وهو مش اعلى في بعض المراكز كله ما بي رجله مش بتكركب وقت اللحظه. هو ما اللعبه دي بيشوفها في الدوري على طول، فتمام يعني بالظبط كده. فدي بتفرق كتير. طب سؤالي بقى في حته ان الزمالك ازاي يقدر يسرفايف وسط الحجم الانفاق المادي الكبير اللي بيحصل دلوقتي في الدوري من انديه زي مثلا زد، زي سيراميكا، زي بيراميدز، وبنشوف مثلا ان الزمالك ما بيقدرش يوصل الصفقه مثلا لمبلغ معين، فبالتالي اي نادي معاه الفلوس دي بكل سهوله هيروح يشتري اللاعب ده. فازاي الزمالك يقدر يتماشى مع كل اللي بيحصل ده في الدوري ويقدر يوصل لحجم الانفاق المادي ده؟ طب هو الزمالك كنادي عنده حاجتين لازم يعملهم. اول حاجه الاستدامه اللي هو المفترض بيسعوا ليها دلوقتي من خلال موضوع الفرع الثاني ده، المفروض يخلق طفره كبيره قوي على المستوى المادي. انا بسمع حوار الفرع والاستاد ده بقى لي 10 سنين. لا والله العظيم هقول لك الفارق. اوكي قول لي. هو اول حاجه مرتضى منصور كان طلع من فتره كده قعد يقول لك ده هم دول بيخدعوا الناس وانا جايب الترخيص والكلام ده. واللي حصل انه فعلا مرتضى منصور جايب ترخيص، بس كان جايب على قطعه صغيره جدا في الفرع يتعمل فيها بيزنس. اوكي. القطعه دي المجلس الجديد او مجلس اداره كابتن حسين لبيب اللي عندي مليون مصيبه او مليون تحفظ تجاهه في حاجات كتير قوي، وانا قلت لكم وقله حيله يعني. انا قصدي عشان الناس ما تفكرنيش بحابي الناس يعني، انا قلت حاجات كتيره دلوقتي. بس في الحته دي هم عملوا انجاز كويس، اللي هم جابوا تراخيص بعد قعدوا مثلا يشتغلوا عليها سنتين ولا سنه ونص، انه ترخيص بمضاعفه المساحه اللي فيها بيزنس. فده فرق كتير جدا معانا. بدل مثلا يبقى عندك 100 محل، طبعا صديقنا محمد البنا اتكلم في التفصيله دي بشكل كبير، هو كان صحفي يعني متمرس جدا في الجول، بس قرر زهق من الوضع الاعلامي ده كده. وبدا يعني لما بيكتب حاجه بيكتبها لحاجه الشخصيه يعني كيف الشخص زي ما بيقولوا بقى البيزنس مش عارف حاجات يعني برضه ليها علاقه بالاعلام والكوره، بس مش بنفس الموديول ده يعني. فانت بدل ما يكون مثلا عندك 100 محل بقى 200 محل مثلا، عندك مثلا مول يبقى مساحه المولين او مساحه المول اكبر وات ايفر يعني. فاهم قصدي؟ انا من غير بقى تفاصيل. ماشي. فدي تفرق كتير. ففكره انه مثلا بنتكلم في القصه 10 سنين. تاني حاجه احنا بدانا. اوكي. طب ليه كنت بتتكلم احنا هنبدا؟ بدانا. فدي تفرق كتير. انت البدايه دلوقتي معناه انه خلاص في تدفقات ماليه بدات، واوريدي في بعض الفلوس اللي دخلت عن طريق الفرع اصلا. اوكي. فده كلام مؤكد يعني. الحاجه الثانيه ان انت تبقى الصرف ذكي شويه، يبقى انت ما تحطنيش في قصه ان انا ابقى نادي بيدفع 7-8 مليون يورو ولا 8 مليون دولار على غرامات. طب ما دي حاجات بتدمر النادي ماديا. طب انت ليه ما بعتش زيزو ساعه لما كان في فرصه ان هو يتباع؟ يعني كان في رقم كبير موجود على الترابيزه من نيوم السعودي 6 مليون ولا 5 مليون دولار. الجماهير غضب الجماهير وبتاع وكده. بص المعلومه اللي عندي ان هم المجلس الاداره كله كان عايز يبيع خلاص، بس في حصل حاجه اكبر منهم على ما يبدو خلتهم ما يبيعوش. بس يعني بس كده على ما يبدو. لان هم كل واحد يقول والله كنا عايزين نبيع، ومفيش حد مثلا يجي يقول لك ايه لا ده كذا عارض. هو ما بيقولش حتى يعني ممكن واحد مش طايق حد تاني وما يشهدش بكده. ماشي. كل الناس كانت شايفه ان البيع هو القرار الاساسي. حصل حاجه اكبر منهم على ما يبدو. في الاخر اتنازلت عنه يعني، راح الاهلي من غير حتى ما فري. طبعا اصل كان بيتم التهم. رجوعا لموضوع الفلوس اللي سالت عليه، لما الزمالكاويه بقى لهم فتره كانوا بيسالوا الاهلي يعني منين ومش منين الفلوس وبتاع دي كلها، فالجم الاهلاويه يقول لك ايه طب وانتوا بقى دفعتوا الكام مليار دلوقتي اللي دفعتوهم دولت الاسبوع اللي فات ده منين؟ فبقت الخناقه كده. فبقى بيتم اتهام الزمالك بشكل يعني من جماهير الاهلي اللي هو يعني انتوا بيراميدز بيديك فلوس من الاخر يعني، اللي هو انتوا فاللي هو يعني هنفترض لو انا يا عم لو انا فرضا احنا كنا فوتنا فرضا يعني فاهم يعني هل بيراميدز هيديك فلوس دي كلها مقابل ايه؟ ما مش واخد حاجه يعني فاهم قصدي؟ بيراميدز اصلا يعني لو كسب الدوري والدوري ابطال افريقيا بيراميدز يعني هو مش واخد حاجه. في تناقض. لا في تناقض في حاجتين. انت بتقول لي بيراميدز هو اللي بيديك فلوس صح؟ ده بيراميدز خد مكانك. اهم كده من جماهير الاهلي على السوشيال ميديا. انت اتحرمت ان انت تلعب في الشامبيونز ليج. لا مش قصدي هو بيراميدز خد مكانك. طب بيراميدز هيديني فلوس عشان يرجعني مكاني يعني ولا مش فاهم؟ مش عارف يعني جملتين متناقضتين تماما ومحدش بياخد 10 ثواني. فعشان كده موضوع الفرع ده الناس كانت بتسال هي الفلوس دي كلها جايه منين؟ يعني انتوا فجاه بقى معاك فلوس تدفعوا يعني؟ ده اللي اتهم. ايوه في تدفقات ماليه حصلت زي ما بقول لك القصه دي. لجانب من الزمالك بيجي هو الزمالك كنادي مش النادي برضو مش على الحديده يعني، مش عويل يعني مش الدرجات يعني. الزمالك بيدخل له فلوس مش بطاله. كان الفكره توزيع موارد سيء، فكره كمان في الجاب الكبير ما بينه وبين النادي المنافس. لكن هو الزمالك كنادي ما يعتبرش نادي فقير. اوكي الموضوع بسيط يعني. طيب هنروح بقى يعني الاخر امل لينا الموسم ده ماتش بيراميدز.
هل لينا امل الماتش بيبقى مستوانا ومستواهم ده ولا صباح الفل؟ لا طبعا في امل اكيد يعني. المستوى ده بيراميدز افضل كتير طبعا كنادي. في النهايه انت لو فكرت كده في الماتشات اللي واجهنا فيها بيراميدز، هو كان واضح ان في فريق اعلى من الفريق التاني، مفيش كلام. ماتش 3-0 لو تفتكر قبل ما يدخل الجون كان الزمالك ند مع بيراميدز، وماتش 1-0 لحد ما الزمالك كان بادئ الماتش بشكل مش بطال، وبعدين هو خسر فرق جون في النهايه. اكيد برضو بيراميدز افضل، اكيد بيراميدز قدم مستوى افضل، لا اكيد. بس في حاجه دايما الواحد بيراهن عليه، هو موضوع فرق الجماهير. الجماهير مع اللعيبه عندها حماس مختلف، وتختم الموسم بشكل افضل، وضغط والمكافئات وضغط الاداره وضغط ان يا جماعه الماتش ده مهم جدا، ان انت عايز تدي امل للجماهير، اخر امل بقى خليك تلعب سوبر كمان يعني. طبعا لا السوبر كده هتلعبه. اوكي السوبر الزمالك كده، الزمالك وصيف الكاس. في بيراميدز بطل الدوري. لو لا ما بقاش بطل الدوري، لا مش بطل الدوري، لا بطل الدوري والله رسميا يعني هو في العادي بياخد اول الدوري واول الدوري وثاني الدوري واول الكاس واول الكاس ثاني تمام. فالزمالك ثاني الكاس فخلاص الموضوع مش محسوم. هو افترض الزمالك ثاني الكاس، ما هو الزمالك تاني كاس يعني، قصدي لو حتى في اسوء الحالات. ايوه فهو عشان بيقول ان هو الزمالك لازم يفوز بكاس عشان في السوبر. ايوه يعني لا دي ساعه قصه الوايلد كارد دي، سواء الاهلي لو يعني الاهلي مثلا لو المحكمه الرياضيه حكمت لصالح بيراميدز والاهلي بقى وصيف الكاس، وصيف الدوري. لا هو كان استحسن، انا اسف، هو الاهلي كان هو اللي كان بيتاخد اول الدوري، اول الكاس، اول الرابطه، وبعدين فريق وايلد كارد. انا اسف انا لخبطت. فالاهلي لو خسر الدوري كان هو هيتاخد وايلد كارد، فاهم قصدي؟ تمام. والزمالك فاز بالكاس. طب الزمالك خسر الكاس والاهلي خسر الكاس، طب هو برضه هيكون في فريق غير بطل الرابطه، في فريق واحد اللي هو بيراميدز واخد الدوري واخد الكاس. فطبيعي هياخدوا ايه؟ هياخدوا الفرقتين غالبا، هياخدوا اول الدوري، هياخد وصيف تاني الدوري، ياخدوا الوايلد كارد، وياخدوا فريق بطل الرابطه. الاربع فرق ده مش داخل دماغي خالص يعني، ما شفتوش اي حته. محاولات تجاريه لا ازاي في الليجا يعني. طبعا الليجا عملته، الليجا قبل عملها. هو الليجا على فكره كان فيها اعتراضات في الاول، لكن طبعا المبلغ كان مغري جدا من السعوديه، ان هو السعوديه عرضت مبلغ ضخم يعني. وكان انا فاكر كويس قوي انا مشجع فالنسيا، فكان ساعتها فالنسيا اعترض على كانت اول نسخه هتطلع في 2020 يعني فالنسيا بطل الكاس وبرشلونه بطل الدوري، فكان مفترض يتلعبوا ما بين برشلونه وفالنسيا. فقاموا عاملين الاربع فرق دي، وفالنسيا رفع قضيه وحاجات كده على القصه دي، وهو شارك بس رفع قضيه. فهو في مقاومه تحصل، بس هو في النهايه العوائد الماديه بتفرض نفسها في الحاجات. يعني انا ممكن افهم العوائد الماديه في كده، بس ساعات مثلا العوائد الماديه يقول لك ايه، قرعه موجهه في الكاس. يعني يا جماعه قرعه موجهه ان الزمالك ما يلعبش الاهلي في الكاس، ايه الفارق ده؟ شوف انا زملكاوي برضه، بس انا ما بحبش كده. بحس ان احنا بنقدر في الماتشات دي بنقدر نسد، لان ده هو ماتش واحد ببطوله، فاللعيبه بتطلع كل اللي عندها يعني، كل ماتش له ظروفه كمان. لكن في البطولات الطويله زي الدوري من وجهه نظري شايف ان المشكله الاساسيه ان انت ما عندكش دكه تساعدك تكمل على المدى الطويل. انت حاليا ما عندكش اساسي اصلا، فانت بالظبط. يعني فهو في رهان كده على ان اللعيبه دي ده اخر ماتش واخر كذا، والجمهور هينزل يهتف وكذا بتاع، فانت هتدي باور ابن لذينه. بس انت برضه لو لعيب عندك انت الدكه زي ما احمد، انت ما عندكش اساسي عشان عندك دكه. بس حاليا انت لو فكرت في الزمالك كتشكيله اساسيه ممكن تبقى مش بطاله مقارنه ببيراميدز، اللي هو طبعا هيبقى خارج يا اما منتشي جدا من الفوز بكاس افريقيا، فمش مركز قوي، يا اما محبط وينزل يدب فيه، او يا اما محبط. لا بس برضه محبط ومتضايق طبعا، وهتشوف ان دي نقطه لينا. طبعا بس ساعات ممكن يعني ممكن تبقى زي ما انت تقول يبقى في غل وبتاع، بس هو الكاس عارف لو دوري يبقى في غل وبتاع لازم الحق الدوري، بس الكاس كبطوله اقل من افريقيا طبعا كتير. فبالنسبه معنى انا برضه هشبه تاني من فالنسيا. برشلونه خسر من الدوري خسر قصدي دوري ابطال اوروبا، فاكر ماتش ليفربول 4-0 ده، اضطر يلعب فالنسيا بعدها باسبوع في الكاس. فالنسيا كان برشلونه كانت في حاله جيده خالص الشوط الاول، فالنسيا كسب، حط جونين وبتاع وخطف الماتش، وبعد كده برشلونه بدا يضغط الشوط الثاني، اكتشف انه هيخسر بطوله جديده. فده ممكن يمر بيه برضه بيراميدز. لكن لو فكرنا في تشكيل اساسي الزمالك كده هتلاقي تشكيله مش بطال يعني. هتحط الونش وحسام عبد المجيد، يمين عمر جابر، شمال بنتايج. انا اقترحت التشكيله دي مع خليفه وعدال تاني، شمال بنتايج. في خط الوسط انا بشوف دونجا او محمود جهاد، وجنبه فتوح، على اساس ان بيراميدز فريق بيضغط جامد، فممكن تحط الاثنين دول. وده مع عبد الله السعيد، يمين شحاته، وشمال يمين شحاته جناح يمين. هتلعب بجناح
العب لعبت لما على فكره لما ماتش مصري ما كانش بطال بس هيسد يعني في كجناح في ما عندوش الحته دي يعني المهاره دي. هو انا شفته في ماتش ورفعات والعرضيات. انت هتشتغل بطريقه فالفيردي كده مع ريال مدريد. فالفيردي يعني لعبه ماشي فاهم يعني بطريقه وهو مثلا يساند يعني هو يدي الحته الدفاعيه، ممكن يخلي بقى يدي حريه اكبر لعبد الله السعيد، او يدي حريه اكبر حتى الفتوح يزيد اكتر، فده ممكن يحصل. تاني حاجه هو ممكن يطلع عمر جابر كتير وهو يغطي وراه عادي. في مليون تكتيك يعني ممكن تعمل عشان القصه دي تستفيد منه. وانا بقول لك افكرك الناس تتفرج عليه على شحاته في ماتش المصري الشوط الاول. شحاته قدم بشكل كويس قوي، كان بيلعب جناح يمين، لعب قوي جدا. والناحيه الثانيه ما عندكش مصطفى شلبي، انت محتاجه في خط الوسط. انا شايف ان انت مش محتاجه قوي في خط، يعني انت محتاجه بس انت عندك هتلعب بدونجا وفتوح يعني. عبد الله السعيد اعتقد ان خط وسط مش بطال طبعا، مع كامل التحفظ على مستوى دونجا السنه دي، يعني مستوى سيء جدا. هو قدام ناصر منسي، فانت لو فكرت في الاشكال دي هي مش افضل من بيراميدز، بس شغاله، لكن شغاله مع الجماهير مع ايه مش سيف ناصر. لا ناصر اشمعنى بقى ناصر طبعا. ناصر قدم مستوى كويس، مستواه اسوء من دونجا السنه دي، بس بحس ان الناصر لما بينزل شوط تاني بيبقى افضل بكتير ما بيلعب اساسي. انا بصراحه النظريه دي كانت عندي قبل كده في ماتشاته، بس ناصر بصراحه مع مستوى سيف السيء ومع مستوى ناصر المميز في الدور الثاني بصراحه الراجل يستحق. هل سيف يكمل في الزمالك ولا خلاص كده؟ لا خلاص بقى. انت سيف مش بس وجوده مشكله كلاعب، او مشكلته وجوده كمان ان هو بيحرمك من المحترف كاجنبي كمان. فانت عايز محترفين بقى، احنا عايزين ناس بقى، عايزين بقى وسيف مستواه ادينا اي حاجه بقى كابتن، انا كابتن هتشالب يعني، ادينا اي حاجه كابتن بس سيف في الماتشات الكبيره بيبان، يعني سيف قدام الاهلي مثلا بيبان مع حد كمان بيبان. بقول لك انا مش عايز ماتشات كبيره، انا عايز اركز عايز العب في الدوري. انا برضو مش هلعب في بطوله افريقيا، دوري افريقيا. الماتشات الكبيره بتتكلم فيها دي انا عايز دلوقتي يبقى في تركيز، مدرب مهاجم عندي كونسيستنسي شويه، استمراريه. ناصر منسي قد الكونسيستنسي دي، لكن انت محتاج مهاجم محترف قوي جدا يتسند عليه وتعول عليه بشكل كبير. مهاجم محترف حاجه ثانيه. طيب اخر حاجه بقى عشان نقفل، شفت ازاي علي معلول وان هو ماشي من ضمن الناس اللي ماشيه من النادي الاهلي؟ شفتها ازاي؟ يعني الناس كتير قوي مش عاجبها ان هو يمشي، كان المفروض يكمل. يكمل غريبه شويه. علي معلول من الاساطير الاهلي، لعيب هايل، انا بحبه زي ما بحبه بصراحه، هو لعيب جامد طبعا جدا. علي معلول من اللعيبه كان دايما واحد بتؤرقه، وهو يعني واحد بيبقى خايف. لما هتلاقي اهلاويه بيخافوا من لعيبه معينه في الزمالك، ولا اهلاويه زملكاويه بيخافوا من لعيبه معينه في الاهلي، علي معلول منهم اكيد. كان لعيب جامد جدا، باك عصري، واحد من افضل المحترفين اللي دخلوا الكره المصريه. فيعني مسيره تحترم جدا. وجميل الاهلي حقها تزعل عليه، وممكن تروح بالعاطفه ان هو ما ينفعش يمشي، بس انا اعتقد ان هو قرار منطقي انه يمشي، وان كان يحيى عطية الله لم يظهر يعني الكثير عشان خاطر مش هيكون موجود في الاهلي السنه الجايه غالبا. لكن هو بقى الاهلي يقول لك ايه، انا برضو زي ما قلنا كده ساعات بتاخد مركز المحترف وتروح بيه في حته ثانيه، مع عدم نسيان ان علي معلول سيبك من الاصابه اللي حصلته دي، كان الكيرف كان بدا ينزل اوريدي. كان الكيرف بدا ينزل شويه، فطبيعي ان هو يرحل في الفتره دي، ده منطقي. ولا تعيبه ولا تقلل منه، ولا يقلل من الاهلي بصراحه ان هو يعني، ولا يقول مثلا هو عديم الرحمه او لا، ده هو والوقت ده كان مناسب بصراحه انه يرحل رغم اسطوريه علي معلول. يعني هو تشجع الاهلي في كاس العالم للانديه ولا يا راجل كانوا غير كده؟ سؤال عادي يا ما. لا اكيد لا، اعتقد يعني ده عادي، ده مش متوقع. الاهلي مش محتاج اشجعه في حاجه، وفي نفس الوقت يعني هي كوره كده، ان انت يعني في منافسين ما تحبش تشجعهم سواء هنا وهنا وبتاع. فاكيد مش هحب او يعني ان اشجعه. لا نورتنا عطا، ربنا يخليك. والله شكرا. اتمنى اكون انبسطت يعني. حاجه خفيفه، انا انبسطت جدا، وشكرا على الكلام اللي انت قلته. يعني في سؤال في زوري كده، قول يا عم، ده في اي حاجه عن مدرب جديد الزمالك اللي بعد ايمن رمادي ولا مفيش؟ يعني اخر حاجه خلاص. والله انا حاولت اعرف يعني حاجه في اي حاجة. لا هو في جزء كويس من السريه على عوار يمكن كان معايا يعني، انا ما اعرفش حاجه، بس المهم الحرص ان في مدرب كويس، بس في يعني كلام لا هو اكيد يعني ما اعرفش يعني. هو انا توقعي انه في مدرب طبعا، بس كمان احنا في ماتش الكاس وبتاع وكده، فبرضه احنا اهم حاجه كل الدعم للفريق كله كده. لكن اعتقد ان هو كابتن نفسه، كابتن ايمن مش ناوي يكمل يعني. بس المهم الختام يبقى كويس ما بين الاثنين.
بس مفيش كلام ان جوميز راجع. ده ايه؟ مفيش كلام ان جوزيه جوميز بعد ما قعد خد فلوسه بتاع يا جماعه عدو اتكلموا معاه لغايه دلوقتي مفيش حاجه بالشكل ده يعني، ما اظنش يعني. اوكي احمد شكرا جزيلا. انا انبسطت معاكم جدا، اهم حاجه لكم كل التوفيق، يا رب نبقى خفاف عليك وما لا ده انا انبسطت والله، كانت عدت الوقت عدى هوا يعني. اتمنى يكون عدى هوا برضو على الساده المشاهدين يعني، نكون نضيف خفاف عليكم. ربنا يبارك لك. ربنا شكرا جزيلا. شكرا جدا. اتمنى تكونوا انبسطتوا ونشوف حلقه جديده باذن الله. مع السلامه. مع السلامه.